وبركاته. معكم مامون من قناة ظهيرك لا أو منوعات أجديد. جايبكم اليوم فيديو جديد يا شباب. صراحة قبل ما نبدأ فرحان كتير على انكم وصلتوني 500 مشترك. شكرا. انا قلت لحالي وقسمت وقلت انا بدي اوصل للعيد قبل ما يخلص العيد لازم اكون 500 مشترك، والحمد لله وصلت 500 مشترك ودخلنا اكثر. شكرا لكم والله، شكرا لكم، شكرا لكل واحد ضغط على زر الاشتراك، وان شاء الله بدك تشوفوا افضل. هذا الشيء اصلا مشجعني انه اجيب شغلات اكثر، اشتري كاميرا، اشتري برامج تعديلات افضل. هذا الشيء بشجعني اكثر، دعمكم بشجعني اكثر انه ازيد القناه. مثل ما انكم شايفين لاني كنت كثير فرحان اليوم انه وصلت 500 مشترك. اشتريت هدول شايفينهم قدامكم، اشتريتهم من السوبر ماركت وجيت علقتهم هون. ان شاء الله يكون عجبكم. كان في خبر كثير حلو. الخبر هو انه راح اشتري موبايل اس 7. ليش اشتري موبايل اس 7؟ راح اشتري موبايل اس 7 راح احطه فقط لتعديل الفيديوهات، راح انزل عليه اضخم برامج الفيديوهات. صراحه في تكلفه شوي صغيره بس كله مرخص لكم. صرنا مشتركين عدد كبير يعني 500 مشترك. شكرا. وحابب اقول لكم كمان المقاطع الجاي حماسيه جدا، يعني كثير حماسيه. الصراحه يا شباب العيد برا باوروبا ما حلو، ما حبيت العيد ابدا بالمانيا. مثلا لو بنعيد بالسعوديه، بمصر، بالجزائر، بالامارات، بقطر، بسوريا، يعني باي بلد عربي، المهم تكون بلد عربيه، يعني اي بلد عربي، اي كان بلد عربيه، المهم انه نحس في عيد، نحس في شيء. بس هذا قدر الله وقدره. يا شباب المقاطع الجاي كثير حماسيه. من هلا عم لكم في مقالب ناس يعني ما بتعرفني ولا بتعرف قناتي، رح اسوي فيها مقاطع حلوه وجايب هيك. بس انتم تضغطوا على زر الاشتراك وساعدوني. كمان شغله حلوه انه انا اشتريت كاميرا وان شاء الله رح تكون لتصوير الفيديوهات الحلوه. رح اصور بغير مناطق، رح اطلع لهون، رح افرجيكم شلون. مثلا احتمال نطلع لهون اصور على هذا الضف واصور هون، وورانا كمان قلت لكم في ملعب هون، في مراحل الشجر، في ملعب رح اصور فيه وكل شيء رح اسوي فيه. طبعا هلا رح اوريكم بعض التعليقات اللي انا عجبتني كثير وحبيتها، لذلك انه ردت ادخلها في الفيديو. شوفوها. احساس جميل واخدني ليه، ومثل ما بتعرفوا تعليقاتكم كلها بالاجمع عم بقراها، كلها عم بقراها. يعني بضل اكثر من ساعه حتى اقرا تعليقاتكم، الكل عم بقراها، وكثير صراحه بتسعدني وبتحمسني اكثر انزل فيديوهات ومقاطع. وكمان في شيء حلو وحزين شوي، انه اليوم كان اخر يوم في المدرسه. ان شاء الله متطورين ولسه الكاميرا راح تكون وضوحتها كثير حلوه، لحتى تشوفوا الشغلات كويسه. قريتوا كومنت راح اشوفوا، روح الله الكومنت. صراحة فادني كثير، هذا الشيء اللي خلاني اشتري هيك شغلات. شكرا كثير. في فيديو كان كثير قوي رجعت ابصق من شباب. كان في فيديو كثير قوي وحماسي، والله العظيم تعذبت فيه يومين كاملين بنص رمضان تقريبا، بس نسيت اقول لكم عليه باخر مقطعين نزلتهم. كثير تعذبت عليه. اصلا تصوير ضليت من الساعه 8 الصبح، اخذت الموبايل معي، ما كان عندي كاميرا، يعني ما عندي كاميرا، اخذت الموبايل معي ورحت وجهت على مدرستي وصورت انا راكب المسكليت، صورت مع رفقاتي، صورت مع اساتذتي، صورت انا عم بلعب كرة قدم. يعني كان فلو كثير حلو. قلنا بنجدد شوي عن القناة، بس المشكلة في النهاية برنامج فيفا فيديو ما رضي انه يحمل البرنامج. وما في اسئلة كثير اجتني ايش هي اللي بعدل فيها فيديوهاتي. انا عدل بالفيفا فيديو هلا حاليا، وده بلش عدل بالسوني فيجاس، عم بتعلم عليه. كثير نظامه صعب يا اخي، ايش هالتعقيد. بس هذا كان مقطع اليوم. حابب اشكركم على 500 مشترك. صراحه كنت اعمل حفله على 500 مشترك، بس ان شاء الله لنوصل 1000 مشترك، وانا ناوي انه اوصل 1000 مشترك قبل ما يجي عيد الكبير. ان شاء الله بنقدر، ان شاء الله. وانهي الفيديو بشغله صغيره، هي انه شلون صار العيد بشكل عام. نصير ننهي فيديوهاتنا بشكل دائما بشيء معبر في اخر الفيديو او شيء بيفيدكم. وهذا الشيء اليوم بالمناسبة انه اليوم عيد، راح تشوفوا ليش صار العيد
وبالعالم كله. ما تعرفها عن عيد الفطر؟ أول مرة يحتفل المسلمون فيها بعيد الفطر كان يوم فاتح شوال في العام الثاني للهجرة. سبب التسمية: سمي عيد الفطر بهذا الاسم لأنه أول يوم يفطر فيه المسلم بعد شهر رمضان، وقد يطلق عليه كذلك اسم العيد الصغير في بعض الدول العربية. مدة عيد الفطر شرعا هي يوم واحد، ويبتدئ من غروب شمس آخر أيام رمضان وينتهي بغروب شمس أول يوم من شهر شوال. صلاة عيد الفطر: تصلى هذه الصلاة بعد حوالي ثلث ساعة بعد شروق الشمس، وتتكون من ركعتين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات إلا تكبيرة القيام، كما أنها تصح فرضا أو مع جماعة. المعايدة هي تهنئة الأقارب والجيران والناس بصفة عامة بحلول عيد الفطر المبارك. لهذا الغرض تنتشر في الدول العربية عبارات عيدكم مبارك، أو كل عام وأنتم بخير، أو مبروك العيد، ولكن الأفضل والأصح هو قول تقبل الله منا ومنكم. بس كان معكم مامون من قناة ضهيدك لأو منوعات أجديد. بالفيديوهات الجديدة أتمنى تكتب قطع زر الاشتراك. السلام عليكم.